وما الدنيا إلا مسرح كبير. كلمات يوسف بيك وهبي رحمه الله. بس يا ترى مجلس الشعب ومجلس الشورى مسرحيتين بيتمثلوا على خشبة هذا المسرح؟ التمويل الأجنبي، سفر المتهمين الأجانب المفاجئ المريب، الطيارة اللي كانت مستنياهم في المطار قبلها بيوم، الشيكات الجاهزة، شيكات الكفالات، كل ده لا يثير الريبة بل يؤكد على ان في صفقة قذرة اهانت كل المصريين، اهانت كل المصريين. اكيد مجلس الشعب والشورى لازم يتخذ اجراء، لازم يسأل المسؤولين، لازم يحاسبهم. مجلس الشعب ما انعقدش ليه؟ ما نعرفش. رغم ان قضية زي دي، قضية مهمة زي دي، تمس كرامة والامن القومي المصري، كان لابد من جلسة طارئة. لكن مجلس الشورى قام بالواجب. مجلس الشورى قام بالواجب، ويا ريتهم قام بالواجب. نسمع واحد من الأعضاء قال إيه؟ ونرجع تاني. هذه الحكومة يجب أن ترحل، هذه الحكومة يجب أن ترحل التي لم تراعي مشاعر المواطنين وكرامتهم. وأيضا لابد أن يكون هناك لنا موقف مع السفيرة الأمريكية. على ما أعتقد ما في قوة بعد هذه القوة. كلمات جريئة، كلمات قوية. طيب نشوف بقى تنفيذها يبقى ازاي، ونشوف. اكيد دلوقتي الوزيرة مرعوبة، اكيد الوزيرة رجليها بتخبط في بعض. اسمعها هتقول ايه؟ العضو الموقر ان يرى ان يقول ما يشاء فيما يتعلق ببقاء وزير في الحكومة او غير بقائه، وهذه السلطة العليا في البلاد. ايه اللي هي قالته؟ هل يا ترى حد يقدر يفسر الكلمتين اللي هي قالتهم؟ انتوا عارفين معنى الكلمتين دول ايه؟ هنقول لهم احنا بطريقة اوضح وابسط عشان الناس كلها تفهم هي قالت ايه بالظبط. انا اللي معيني المجلس العسكري يا حبيبي، مش انت. وقاعدة غصب عنكم. ايوه هو ده بالظبط تفسير الكلمتين اللي هي قالتهم، بس قلناهم بطريقة ابسط واوضح عشان الكل يفهمهم. طب رد فعل المجلس ايه؟ لا شيء. رد فعل العضو ايه؟ لا شيء. حتى لما طلب بكل ادب انه يعقب رئيس المجلس رفض، فبالتالي سكت، لانه عارف ان مفيش في ايده اي آلية تحقق اللي هو بيقوله. وبالمثل مجلس الشعب. طيب الجنزوري مش قال ان هو معاه صلاحيات رئيس وزراء، معاه صلاحيات معاه صلاحيات رئيس جمهورية؟ يبقى مين اللي مضى على خروج الناس دي؟ يبقى مين اللي صرح لهم بعد ساعة واحدة من الحكم ان هم يسافروا، وصرح لهم باقلاع الطيارة بتاعتهم اللي كانت مستنياهم قبلها بيومين، وكانت الشيكات موجودة معاهم؟ مين؟ ليه النواب بيهربوا دايما من الأساس؟
ليه زي ما في نائب قبل كده في مجلس الشعب قال كلمتين هنضرب البردعة تاني، بيمسكوا البردعة وبيسيبوا طيب نسمع الجنزوري لما زادنا فخر وقال لن تركع مصر، لن تركع مصر مهما كان هذا الأمر. لن نركع، لن نركع. ايه القوة دي؟ فعلا انا حسيت ان انا بني ادم قوي لاني مصري، ولن اركع للغرب او العرب، لن اركع لاي من كان. بس رد هو علينا تاني. ليه؟ يا جنزوري ايه مش هنركع دي؟ يا جنزوري ايه مش هنركع دي؟ ها؟ قول لي. ايوه يا ريس. احنا مش هنركع، احنا هنسجد ليهم. والله هنسجد ليهم. كلنا فرحنا بلن نركع، لكن تفسير اللي هو عمله هو اللي احنا قلناه من شويه. خر ساجدا. فالركوع ليس هو المطلوب لإرضاء الأمريكان، لإرضاء القوى العظمى. لابد من السكوت، الانبطاح. لكن الأعضاء كلهم نسوا يسألوا الوزراء اللي حضروا سؤال: مين اللي صرح بإقلاع الطائرة؟ الكل يمسك البردعة ويسيب، ولا بلاش؟ مفهوم ان الطيارة دي لن تقلع من المطار الا بموافقة المجلس العسكري. ليه النواب بيهربوا من مساءلة المجلس العسكري؟ شو اعلامي؟ مسرحية؟ ممكن. في نفس الوقت اللي بيسافروا فيه المتهمين الامريكان بطريقة تثير الضحك والاشمئزاز. في نفس الوقت اللي بيخرج فيه قتلة المتظاهرين من ضباط الداخلية براءة، بيتحكم على الشرفاء أصحاب الرأي والصوت الحر زي يسري فودة، ريم ماجد، بثينة كامل، علاء الأسواني وغيرهم وغيرهم وغيرهم، عدد كبير. أسماء محفوظ النهاردة أخذت سنة سجن وغرامة. الموقف ده بيفكرني بالمشهد ده. حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس المحامي لمدة شهر. بالظبط، هو ده المشهد اللي انا عايزه. لكل المصريين، لكل الشرفاء، لكل الثوار، بهدلكم الأغنية اللي جاية وبقول لكم اثبت مكانك. اثبت مكانك، هنا عنوانك. ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك. اثبت مكانك، ده نور الشمس راجع. يا تموت وانت واقف، يا تعيش وانت راكع. اثبت مكانك، ده عينك شايفة الدليل.
ابعد عنهم وسيب الحيطة عليهم تميل. اثبت مكانك، قلب الوطن جرح وصوت الحرية خلاص اتنبح. كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة، انت بتقول العدل بيقولوا عنك ندل.